برافو برافو كابتن حسين لبيب. في ناس طبعا هتيجي تقول لك بتقول برافو ليه؟ هقول لك، بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم يا رب العالمين. بنقول برافو لكابتن حسين لبيب ليه؟ لان كابتن حسين لبيب خد قرار وتراجع عنه. قرار ان انا مش هلعب مباريات الدوري بتاع الدور الثاني غير لما المنافس يلعب بقية المباريات بتاعته. بنشوف نادي الزمالك النهارده بيلعب مباراة سيراميكا كليوباترا، بيقدر ان هو يفوز 4-2 عن استحقاق وجدارة. يمكن كانت مباراة جميلة جدا، بس من الحاجات اللي كانت مهمة في المباراة مش فوز نادي الزمالك، ولا الاربع تجوان اللي جابهم في نادي الزمالك، ولا ان نادي الزمالك رجع يكمل مباراته اللي في الدوري. احسن حاجة كانت في المباراة النهاردة عدم وجود جمهور نادي الزمالك. بجد بجد شابوه لجمهور نادي الزمالك. انت النهارده ما حضرتش بناء على ان بالعربي كده رئيس نادي الزمالك ورط نادي الزمالك في قرار اتخذه وما استكملش القرار للنهايه ورجع في كلامه. يعني ايه؟ يعني انت النهارده عدم حضور جمهور نادي الزمالك بعد قرار خطأ من رئيس نادي الزمالك، دي حاجه كويسه جدا. بعد كده وافتكروا كلامي ده، الزمالك هيبقى في حتة تانية بحاجة زي كده. انت النهاردة ما حضرتش المباراة، ده كانت رسالة لرئيس نادي الزمالك. انت هتاخد قرارات، احنا مش هنبقى في ظهرك ومش هنبقى في ظهر الفرقة. هتاخد قرار وما ترجعش فيه ويبقى قرار على حق، وان انت تبقى مستني تاخد اللي انت عايزه من القرار ده، احنا معاك. هترجع تكمل المباريات من غير ما ناخد اللي احنا عايزينه، احنا مش معاك. وهو ده اللي كان لازم يحصل من زمان، مش من الايام دي في عهد كابتن حسين لبيب، لا، ده في عهد المستشار مرتضى منصور كان لازم يحصل ده. انت من النهارده على الحته اللي انت عملتها دي وعدم حضور جماهير نادي الزمالك، بجد بجد شابوه للجماهير دي. بجد بجد انت هتبني من النهارده كده لقدام، هتخلي اي رئيس نادي يتعامل مع نادي الزمالك يبقى عارف هو بيعمل ايه، وعارف ان هو لو خد قرار خطأ في حاجه زي كده هيبقى ايه رد الفعل. يمكن من مكاسب المباراه النهارده هي الحته دي، حته ان الجماهير ما تحضرش المباراه عشان توصل الرساله دي لرئيس النادي، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. المباراه النهارده طبعا اتلعبت ما بين نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا. كانت مباراه جميله جدا، قدرنا نشوف هجمات متبادله 4-2. يمكن نتيجه كويسه جدا لنادي الزمالك في يعني في حته ان هو جاي من اراحه طبعا زيه زي النادي الاهلي. انت النهارده نادي الزمالك قدم 3 بونت للنادي الاهلي من دهب، واعتقد ان النادي الاهلي لو خد الدوري السنه دي فهو هيبقى بفضل ال3 بونت دول، او بفضل ان انت قدرت ان انت تريح النادي الاهلي 3 4 ايام. ده هيبقى سبب رئيسي في النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يقدر ياخد الدوري. بس عايزين المنافسه دي تفضل لنهايه الدوري كده. نادي الزمالك بيفوز 4-2، بيتقدم في المركز الثامن. سيراميكا زي ما هو في المركز التاسع. طبعا يمكن النقط ما بين سيراميكا وبين الزمالك 37 نقطة و37 نقطة. يمكن نادي الزمالك تفوق بالاجوال او بالمواجهات المباشرة، فدي في حد ذاتها حاجة كويسة جدا. هنيجي هنبص على ترتيب الدوري. النهارده الزمالك المركز الكام؟ الثامن. ليه المركز الثامن؟ لانه قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك النهارده ويتقمص 3 نقط. هاجي اقول لك يا عزيزي الثلاثه نقط، الثلاثه بونت دوم او الثلاث نقط دوم نهايه الموسم كده كده هيتخصموا من نادي الزمالك، فبالتالي احسب من المباريات اللي جايه بقى. اعتبر ان انت النهارده ده بسبب القرار بتاع كابتن حسين لبيب، انت ما عملتش حاجه
وعملت ضجه عند الجمهور. يمكن كان في جمهور كتير يعني في ظهر كابتن حسين لبيب والكرامه ومش الكرامه والاهلي كسب 3 بونت، الزمالك حافظ على كرامته. ما شفناش ده. شفنا ان انت خدت قرار ورجعت بعد كده، رجعت في القرار ده ما حققتش. بالمناسبه يعني بالمناسبه برضو ان انت ما حققتش اي مطالب من اللي انت كنت طالبها. لجنه المسابقات مكمله زي ما هي، لجنه الحكام مكمله زي ما هي. اتخصم منك 3 بونت، اللي قدر النادي الاهلي يحصل عليهم هيتخصم منك 3 بونت نهايه الموسم. فبالتالي انت ما عملتش حاجه غير ان انت حطيت نادي الزمالك في مأزق. مش كده وبس، ده انت عطيت للنادي الاهلي هديه ما كانش يحلم بيها. هو كان هيلعب وبنسبه 90% كان هيكسب، لان الزمالك من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو لو كسب الاهلي الماتش اللي فات بيبقى نازل خايف من الماتش اللي بعديه. وبالمناسبه جماهير كتير ومعلقين كتير ومحللين كتير اتكلموا على نقطه ان نادي الزمالك خاف من النادي الاهلي. هي مش كده، يعني هي ما تتحسبش كده، بس انت بقرارك ده اكدت على ان هي اللي كان بيحسب حاجه زي كده يقول لك ده كان كلامي صح. انت بالتالي المركز الثامن ب3 بونت، تشيل ال3 بونت دي هتكمل الدوري، لان انت كده كده هتخصم منك ال3 بونت دي في النهايه. فبالتالي هتقدر ان انت تحسب من دلوقتي نادي الزمالك يعتبر زي ما هو في المركز التاسع، يعتبر ان نادي السيراميكا هو اللي في المركز الثامن، لان انت هتبص نهايه السيزون او نهايه الموسم هيتخصم 3 بونت من نادي الزمالك. فانت بالتالي ما عملتش حاجه ولا اي حاجه من مطالبك اتحققت. انت قلت انا عايز 1 2 3، مفيش الكلام ده حصل. طلعت ضحكت على الجمهور وقلت ان انت المطالب بتاعتك كلها هتتحقق. ما شفناش اي حاجه بتتحقق. طب هتتحقق امتى؟ نهايه الموسم؟ يبقى انت برضه ما حققتش حاجه من الحاجات اللي انت كنت عايزها. فبالتالي مين اللي طلع خسران في الموضوع؟ نادي الزمالك. اتمنى من اي رئيس نادي او اي مسؤول في نادي الزمالك، انت بتتعامل مع كيان كبير اسمه نادي الزمالك، دايما ما تقللش من شأنه. دايما جمهور الزمالك لازم يبقى في ظهر رئيس النادي في القرارات الصح، بس في القرارات الخطأ لا، اقف ما تحضرش. قاطع رئيس النادي، قاطع اي قرار خطأ بيتاخد. بنشوف ده في النادي الاهلي في عز مجد اللعيبه اللي كانت جايبه دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي، في عز ان محمد مجدي قفشه جاب البطوله التاسعه للنادي الاهلي وجول، او جاب البطوله اللي يعني احسن بطوله في تاريخ النادي الاهلي. شفنا انتقادات كتير من الجمهور لما كان بيبقى اداؤه سيء. هي دي اللي مخليها محمد مجدي قفشه بيرجع يجيب جون في نادي الزمالك، بيرجع لمستواه. ليه؟ لانه شاف انتقادات عكس جماهير نادي الزمالك. بنشوف لعيبه مستواها سيء جدا. يعني لغايه النهارده كده في جماهير بتحتفل بقضيه سيف الدين الجزيري اللي هو ماتش الدور الاول اللي قدر نادي الزمالك ياخد ال3 بونت بتاعته. يعني انا اجيب العقليه دي منين؟ يعني عايزك اللي هو يعني حط نفسك مكان الجمهور ده. منين بتحتفل ب3 بونت وتسميها قضيه؟ مش هي دي. انت كده خدت القضيه اللي انت عايزها من النادي الاهلي. طب بص بقى على ماتش السوبر الافريقي كده اللي هيتلعب ما بين الاهلي والزمالك، بص عليه كده. حاول ان انت تيجي تبقى مستني قضيه من لعيبه نادي الزمالك، مش هيحصل ده. وممكن تكسب بس هتكسب بصعوبه. ليه؟ لان انت عطيته اللي هو كان عايزه وكان مستنيه، قضيه الجزيري. ده احنا عملنا قضيه زي ما عملوا فينا قضيه. مش كده. كنا بنشوف النادي الاهلي في عز مجده كانت الجمهور بيخش ينتقده عشان يطلع احسن ما فيه ويطلع اللي جواه. فبالتالي منظومه ده كابتن محمود الخطيب، كابتن واسطوره كبيره جدا في النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي. شفنا جماهير النادي الاهلي بتنتقده. ده مش في كره القدم بس بالمناسبه، ده في كل العاب الصالات. الجمهور لازما انت اللي بتحرك المنظومه دي. بانتقادك ليهم انت اللي هتحركهم.
انتقد عشان توصل اللي انت عايزه، اللي هو الطريق الصحيح، الطريق اللي بيبقى اي جمهور خايف على ناديه فبيبقى عايز يمشيه في الطريق ده. برضه للمرة التانية اللي جمهور الزمالك عمله النهارده والله يحسد عليه. انا ما كنتش منتظر من الجمهور كده، يعني كنت بشوف على صفحات الجمهور ده ان هو فعلا هيقاطع الماتش، بس بجد بجد شابوه، شابوه لجماهير نادي الزمالك. انت عملت اللي احنا كنا مستنيينه، يعني كجمهور هتكلم على جمهور الزمالك من زمان، عشان تحطه مع الطريق اللي انت عايزه، الطريق اللي هيريحك انت بعد كده، الطريق اللي هيطلع نادي الزمالك للمجد للبطولات، وبالاخص بدور بطولة دوري ابطال افريقيا. ما تقيمش لاعب على دوري مصري، ما تقيمش لاعب على سوبر مصري، على كاس مصر. قيم اللاعب دايما ان هو يعرف يجيب لك بطولة. قيم المدرب اللي جاي على ان هو جاب بطولة دوري ابطال افريقيا. الزمالك قدر يحقق الكونفدرالية، وده كان اقصى حلم ليه نتيجة ان هو ما بيشاركش في دوري ابطال، وقدر ان هو يحقق ده. كمل على كده، كمل على النهج ده. معاك لعيبة على اعلى سكواد، عملت تدعيمات للنادي يعني توديك في حتة تانية. حاول تحافظ على ده، ما يجيش رئيس نادي ياخد قرار وهو مش دارسه. يعني كنا بنشوف النادي الاهلي بياخد القرارات دي يقول لك انا هنسحب، هي هنسحب لغايه ما يعملوا له اللي هو عايزه. النهارده بيراميدز بيطالب بان النادي الاهلي ونادي الزمالك تتعادل المباراه بتاعته، وده حقه ان هو يطالب. بس حق انا كنادي اهلي، انا كنت جاهز ان انا العب المباراه وما انسحبتش، فحق الثلاثه بونت او الثلاث نقاط، فكده كده مش هلعب، وبالتالي كده كده المباراه مش هتتعاد ولا هتتلعب تاني. خلاص كده الزمالك قدم هديه على طبق من ذهب للنادي الاهلي. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده. ما ننساش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.